الذي نافس باقتدار كبار المدربين الأجانب في الدوري القطري وقاد فريقه بأمان لصدارات مريحة. الزميل سمير بالفاطمي زار المدربة وأعد لبرنامج كل العرب هذا التقرير. أداء جميل، أسلوب مقنع، وكرة حديثة. هذا ما يقال عن مسلسل الانتصارات المثير الذي حققه الزعيم السداوي رفقة مدربه المغربي الحسين عموتة. فمنذ أن اعتلى الرجل قمرة قيادة الزعيم وأمسك بمقاليد تسيير النادي العريق بداية الموسم، بدأت قصة الإبداع تختزل على يديه. فحكاية عموتة كتبت مقدمتها على حساب أعرق الفرق القطرية حينما تفوق على العرب بهدفين لواحد، وكأنه رسم له حينها خارطة الانكسار والاندحار. مما لا شك فيه أنه نادي السد من الأندية القوية والكبيرة في دولة قطر، باعتبار أنه كل موسم نادي السد لا يمكن أن يمر موسم دون أن يكون في المنافسة من ناحية الدوري، من ناحية البحث عن لقب أحد الكؤوس أو الكؤوس كلها. حتى في بعض المواسم أنه السد نجح أنه احتكر جميع البطولات في بعض المواسم. ولأنه بعد الخريف يأتي الشتاء، فقد تمرد عموتة على علوم الطبيعة وأزهر ربيعه الكروي رفقة السد حينما أكرم نادي قطر بخماسية تاريخية جعلت المدرب ورجاله أشداء على الخصوم. حسين عموتة بات عطر الكرة القطرية رفقة ناديه حينما تفوق على التحديات وعلى زمنه أيضا، وحقق أفضل انطلاقة في تاريخ النادي. أحسن هجوم ب28 هدفا وأقوى دفاع ب8 أهداف فقط، فأصبح للنجاح عنوان حين أفلح في وضع أساسيات لفلسفة التدريب في النادي، واستمر على نهج من سبقه المخضرم فوساتي. دائما أؤمن بمقدورات المدربين العرب، وليس فقط في الدوري القطري، في واحد مجموعة ديال الدوريات في افريقيا، في اسيا، مثلا في السعوديه، في الامارات، او حنا حتى في المغرب، في الجزائر، في تونس. المدربين العرب وخاصه المدربين المحليين تنظن انهم عندهم الكلمه ديالتهم. فقد جاء الجزء الأول من الدوري حافلا ومثيرا، وبهذا النجاح يكون الرجل الأول في السد قد حرك سواكن المستنقعات وحمل رسالة ممهورة بحبر التميز، مفادها أن المدرب العربي قد يكون المعلم ويعطي دروسا في الكرة لمخضرمين من طينة البرازيلي لازاروني والفرنسي بيير لوشانتر وغيرهم ممن خبروا أسرار اللعبة وسحر المستديرة. سمير بالفاطمي، الجزيرة الرياضية، الدوحة. وفي الواقع محمد سهيل هنا في الاستوديو هو المدرب